السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والد الشحرورة صباح حاول قتل أنور وجدي بالرصاص لهذا السبب. أسرار وتفاصيل. لا تخلو الأعمال الفنية للفنانين من مشاهد جريئة أو قبلات، الأمر اللي وضع البعض في مواقف محرجة خلق أزمة ومشكلة للبعض الآخر. من أبرز هؤلاء الفنانة صباح التي واجهت أزمة في بداية مشوارها الفني، علما بأن انطلاقتها الفنية كانت في مصر. صباح هي لبنانية، جاءت إلى مصر وهي طفلة. كشفت الشحرورة صباح في أحد الحوارات الصحفية عن موقف محرج حدث لها في بداية عملها بالفن بعدما جاءها إلى مصر. وقالت الشحرورة: حدث عندما جئت إلى مصر لأول مرة كي أمثل في فيلم. الفيلم ده كان اسمه فيلم سر أبي. إن الفنان أنور وجدي تقدم في الفيلم ده عشان يقبلني، ولكن المشكلة إن أبويا كان موجود في الوقت ده. فطبعا قامت القيامة، وصار أبي ثورة شديدة جدا، ورفض أن يقبلني أي راجل. وقال: كيف أسمح له إن هو يقبلني على الشاشة أمام الناس. وقالت صباح: المخرج أصر على البوسة لأن هي كانت مهمة جدا في الفيلم. فبالتالي وقع صدام بينه وبين والدي، بين المخرج وبين والدي. وأنا كنت عارفة إن أبي معاه مسدس، فخفت إن الأمر يتطور والخلاف يوصل لحاجة صعبة خالص. فقلت لأبويا: خلاص أنا تحت أمرك، الفيلم هيتعمل ومفيش بوس. وأضافت صباح: غمست لمساعد المخرج عشان ياخد أبويا إلى خارج الاستوديو عشان يشرب فنجان من القهوة. وفي الوقت ده وهو بيشرب القهوة كانت الكاميرا بتسجل أول قبلة ليه على الشاشة مع أنور وجدي. وده الموقف اللي حكت عليه الشحرورة صباح، ان هي قالت ان ابويا لو كان شاف القبلة وهو بيديها لانور وجدي كان ممكن الامر يتطور ويضربه بالرصاص لان جيبه كان فيه مسدس في الوقت ده. الشحرورة صباح ولدت في 10 نوفمبر عام 1927 في لبنان. اسمها الحقيقي هو جانيت جرجس فغالي. أطلق عليها عدة ألقاب منها الشحرورة، السبوحة. امتدت حياتها الفنية لمدة 60 سنة، حيث بدأت الشحرورة صباح من الأربعينيات وحتى وفاتها عام 2014. طبعا تركت وراها إرث فني تلفزيوني سينمائي مسرحي وغنائي كبير جدا. كانت من بين أوائل المغنيين العرب الذين وقفوا على خشبات المسارح العالمية. بداية المسيرة الفنية للفنانة صباح: بدأت الفنانة صباح مسيرتها الفنية منذ أن كانت طفلة، إذ استطاعت أن تجذب انتباه المنتجة السينمائية آسيا داغر، وتعاقدت معاه على 3 أفلام مرة واحدة، واختارت لها آسيا داغر اسم صباح. وقام الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم. وحين مثلت في فيلم القلب له واحد كان عمرها في الوقت ده 18 سنة فقط. يقال إن رياض السنباطي لاقى صعوبة كبيرة في تطويع صوتها وتلقينها أصول الغناء لأن كان صوتها جبلي. كان ما زال معتادا على الأغاني البلدية المتسمة بالطابع الفلكلوري الخاص بلبنان وسوريا. زيجات الشحرورة صباح: الشحرورة صباح اشتهرت بكثرة زيجاتها، ارتبطت بالعديد من الرجال، منهم بعض الفنانين ومنهم من خارج الوسط الفني. ارتبطت بنجيب شماس، خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وأنور منسي عازف الكمان ووالد هويدا، ثم المذيع الكبير أحمد فراج ويوسف حمود ووسيم طيارة، ثم الفنان فادي. وكان زواجها من فادي قعد مدة 17 سنة، كان أطول زيجاتها. تزوجت من الفنان رشدي أباظة لنحو 5 أشهر، كما تزوجت من الفنان يوسف شعبان لمدة شهر واحد فقط. وأشيع أنها ستتزوج ملك جمال لبنان عمرو، وكان عمره 25 سنة، لكن هي أنكرت الموضوع ده تماما.
أما بالنسبة لهويدا ابنة الشحرورة صباح، أنجبت الفنانة صباح ابنة وحيدة هي هويدا من زوجها أنور منسي. أصيبت ابنتها هويدا بأزمة صحية نتيجة إدمانها للمخدرات في عام 2006، مما أجبر الشحرورة على بيع بيتها والإقامة في الفندق وإدخال ابنتها مصحة في أمريكا. أفادت تقارير صحفية في مطلع سنة 2009 أن صحة هويدا بدأت تتحسن، وبالتالي قررت إعادتها للعيش معها في لبنان. أما بالنسبة لوفاة الشحرورة صباح، توفيت الشحرورة صباح يوم الأربعاء 26 نوفمبر عام 2014 في مقر إقامتها، وكان عمرها في وقت الوفاة 87 سنة. تعتبر جنازة صباح من أغرب الجنازات في العالم، حيث أنها أوصت قبل موتها بأن لا يخلو إن هما ما يحزنوش عليها، فكانت عايزة الناس تفرح، والناس يعني يكون حاجة سعيدة موتها. هي قالت إن أنا طول عمري كنت عايشة ببسط الناس، وعشان كده برضو إما أموت عايزة الناس برضو تكون مبسوطة، مش عايزة أي حد يحزن عليا. وقالت صباح إن هي هتروح لدار تانية أحسن من الدار الدنيا، وإن هي هتكون سعيدة فيها برضو زي ما كانت سعيدة في حياتها الدنيوية. صباح طبعا عارفين إن هي واحدة من أبرز الفنانين اللبنانيين، إلى جانب طبعا فيروز وديع الصافي. حياتها الفنية والمهنية كانت من منتصف 1940 حتى 2014. مكان ولادتها كان في لبنان. اتولدت 10 نوفمبر 1927، أما وفاتها فكان 26 نوفمبر 2014. اتزوجت من رشدي أباظة عام 1977. أنور منسي اتجوزته عام 1952. أما بالنسبة للأبناء طبعا هويدا وصباح. أما أشقائها فهي لمياء فغالي، وهي ممثلة أيضا، ولكن كل شغلها كان في لبنان، وكانت مشهورة جدا في لبنان. صباح قعدت في مصر حوالي 10 سنين، وأغلب شهرتها كانت في مصر أكتر من شهرتها في لبنان. رحم الله الشحرورة صباح الصبوحة